اتخاذ إجراءات عملية للقطع مع الماضي، وهذا ما نحرص عليه. وتذكروا أن الفترة اللي مرت هي فترة نسبيا قصيرة، لكن قصيرة خاصة مش معناتها في المدة، لأن في الفترة الأخيرة واجهنا عديد الصعوبات، وكان هنالك وكأن هناك كان عملية مدبرة لإرباك الحكومة المؤقتة حتى لا تتفرغ للقيام بالمهام نتاعها. تذكروا اولا سيد الغنوشي، دعنا نسمي الاشياء بمسمياتها، يعني دعنا نسمي الاشياء بمسمياتها. اليوم هناك حديث يعني تقريبا يقيني حول وجود مجموعات يعني دخلت على خط هذا الارباك، يعني دعنا نسمي الاشياء ونقول ان هناك ايضا من يتآمر على هذه الثورة. نعم موافقك، لأن بعد الانفلات الأمني فما انفلات اجتماعي وطلبات كبيرة في مستوى تحسين الأجور، بينما الثورة التي تمت هي ثورة كرامة ولتمكين العائلات اللي هي تحت عتبة الفقر، والناس اللي هما في الوقت الحاضر عاطين العمل لفتح الآفاق بالنسبة لهم. ثم بعد ذلك عصابات تجول وتصول في عدد من المناطق لنشر الفوضى والنهب والسرقات وضرب المصالح الحيوية للدولة. كان هذا في القصرين أمس، وأيضا في اليوم، وكان ذلك في تونس أمس في شارع حبيب بورقيبة، واليوم كذلك. من وراء هذه العصابات سيد الغنوشي؟ من وراء هذه العصابات؟ هذا السؤال الذي يطرح. هي اللي نحب نقوله أن خلال هذا اليوم أمس واليوم أكثر من 130 وقع إيقافهم، والتحريات ستتمكن من التعرف شكون وراء هذه. الشيء الثاني اللي لاحظوه وكأن فما وتخلي أن عملية مدبرة. أمس وقع ضبط سيارة فيها شخص ومعه أكثر من 90,000 دينار، أي أكثر من 60,000 دولار. 60,000 دولار توزع على بعض الأطراف حتى تقوم ببعض العمليات الإجرامية. هذه فقط معناتها بعض النتائج. أمس إذا كان نرجع الأمس كانت عملية معناتها الاعتصام في القصبة كان سلمي وكان منظم، ثم بعض الشباب نزلوا إلى شارع حبيب بورقيبة وكان أيضا عملية سلمية ومنظمة ومشرفة. لكن بعد ذلك جاءوا أطراف أخرى اندست بينهم وقاموا بعمليات تخريب ونهب وضرب واعتداء على وزارة الداخلية وعلى أملاك الأفراد. وكان كذلك نفس الشيء، وهي بدون شك الثورة اللي تمت، الثورة الشعبية والإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة المؤقتة والحرص على أن يقع مقاومة الفساد والرشوة، وبدأت بعض النتائج تبرز في مستوى أهمية هذا الفساد والرشوة، والحرص على أن يكون هنالك انتخابات حرة ديمقراطية يتم تنظيمها من قبل لجنة مستقلة خارج وزارة الداخلية وبمراقبة دولية، وأن فما حرص على أن نكون أوفياء لأهداف الثورة. كل ذلك أبرز. ولكن سيد الغنوشي يعني الحكومة تقول هذا لديها حسن نوايا، قد لا يشك الكثيرون في هذا، ولكن أيضا هل الحكومة إلى حد الآن يعني حكومة ملائكة؟ ألم ترتكب أخطاء؟ ألا يفترض ربما قول الحقيقة؟ لأن الحقيقة لا تقال الآن في تونس كاملة، يعني تقال أرباح حقائق، أنصاف حقائق، ولكن الناس يريدون أن يعرفوا ماذا جرى، ماذا يجري، ثم أن تبنى هذه الثقة. يعني أليس واردا من الحكومة أن ربما تغير أسلوب عملها أو أن تصارح أكثر الناس؟ والله هذا صحيح. من الضروري أن نكون عندنا سياسة إعلامية تكون فيها شفافية أكبر،
ومن الضروري أن يكون كل يوم تكون هنالك بيانات حول بعض المعطيات حتى المواطن يستثيق الحكومة، وهذا ما سنحرص عليه في الأيام القادمة. لكن نقول أن فما إجراءات عملية تمت، فما خاصة المصادرة أملاك المسيرين السابقين، والقائمة متاع الأطراف وقع نشرها. فما هنالك أيضا كذلك فما عمليات وقع بالنسبة لكل المؤسسات الراجعة إلى المسيرين السابقين، وقع أيضا وضع على ذمة، وقع تعيين متصرفين قضائيين أو مؤتمنين عدليين للتصرف فيهم، وإجراءات عملية هذه تم اتخاذها. نعم، يعني لو أخذنا هذه الأمور يعني ملفا بملف، إجراء بإجراء، قد يكون الأمر جيد. ولكن الرؤية الشمولية يعني في كل الملفات الناس يقولون أنه لم يتحقق شيء، أو لا يرون ربما نهاية النفق بالنسبة لملفات يعني عمل لجان تقصي الحقائق والفساد، وأيضا اللجان السياسية. هناك طعونات كثيرة في مصداقية هذه اللجان، ومن يتحدث أيضا عن مسرحيات ربما تحاك في الخفاء. يعني المطالب هي إسقاط الحكومة. دعني أوجه لك سؤال بشكل مباشر، يعني إسقاط الحكومة والمرور إلى أشكال أخرى من القيادة السياسية، المجلس التأسيسي وما إلى ذلك. هل في وارد الحكومة أن تستقيل الآن سيد الغنوشي؟ احنا في الوقت الحاضر نسعى إلى القيام بالواجب حتى نقوم بالواجب. والأسبوع القادم سيكون أسبوع حاسم في إبراز خارطة الطريق في الفترة القادمة، والشعب التونسي سيقول كلمته بالنسبة للفترة القادمة وما سيتم القيام به. هذا ما احنا فما حرص كبير على تجسيمه. المسألة راها مش مسألة حكومة أو استقالة أو عدم استقالة، راها المسألة احنا اليوم عندنا فرصة تاريخية لتحقيق أهداف كنا نحلم بها وقت كنا شباب، فرصة تاريخية لتحقيق الديمقراطية لتحقيق الانتقال الديمقراطي. فرصة حقيقية عمليا. سيد الغنوشي بعد إذنك، لأن الوقت ربما ليس في صالحنا، أريد أن أسأل سؤال أخير. هل المجلس التأسيسي يعني مطروح على مائدة النقاش، على مائدة المفاوضات؟ بالفعل مطروح هذه المسألة، وفي الأيام القادمة ستتوضح الرؤى بالنسبة للفترة القادمة. فما كان حرص على التشاور مع كل الأطراف، الأحزاب والمنظمات والاتحاد العام التونسي للشغل وكل الأطراف، حتى تكون الرؤية بالنسبة للفترة القادمة رؤية مشتركة تسمح لنا من أن نحقق الأهداف المنشودة وأن نكون أوفياء لهذه الثورة الشعبية التي تحققت. المسألة ليست. شكرا جزيلا. شكرا. نعم. يعني باختصار سيد الغنوشي، شكرا جزيلا لك. إذن سيد محمد الغنوشي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، شكرا جزيلا لك. إذن